لو ناوي تشتري موبايل في الفترة دي فتعالى اقولك على اكتر من موبايل انخفض سعرهم بشكل رهيب في الفترة الأخيرة او في الساعات الأخيرة. اسعار الموبايلات نزلت بشكل كبير جدا، وفكرة ان يكون في انخفاض حتى لو بنسبة قليلة جدا فده شيء كويس جدا ومقبول الحقيقة في 2024. يعني احنا بقالنا فترة كبيرة جدا في الدايرة دي ومش عارفين نخرج منها بسبب الدولار، انت اكيد عارف بحاجة زي كده. بس خليني اقولك في بداية الفيديو كده ان الانخفاض ما حصلش بنسبة قليلة ولا حاجة، لان حصل فعلا انخفاض رهيب في سعر الموبايلات الفترة دي. وعايز اقولك ان باذن الله هيحصل انخفاض تاني، والموضوع باذن الله هيستمر لفترة طويلة. الموضوع اكيد مش هيقف لحد كده. والاهم من كل اللي انا اتكلمت فيه لحد دلوقتي هي ان الموبايلات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله او اللي سعرهم انخفض في الساعات الاخيره موبايلات مهمه جدا في السوق، عليها معدل بحث عالي. فالفيديو ده متاكد ان هو مهم جدا ليه. خليك متاكد ان الموبايلات مش هترجع لسعرها من سنتين فاتوا، دي حاجه مهمه جدا علشان ده ببساطه مش هيحصل تماما. فقبل ما نبدا كده ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين وتصلي على النبي اهم حاجه، ويلا بينا نبدا. اول موبايل هنبدا بيه هو الجالاكسي A15. الموبايل ده كان اول لما نزل في السوق كان عامل 7600 جنيه تقريبا، اصغر نسخه من الموبايل. انت متخيل؟ حاليا بقى بسعر 6800 جنيه. الموبايل ده كان حقيقي سعره معدي ال 8000 جنيه وبجد كان شرس جدا وبينافس فعلا اي موبايل موجود في الفئه السعريه دي. موبايل بيقدم توليفه مميزه جدا من حيث الكاميرات، المعالج المناسب جدا في فئه ال 8000 جنيه مش ال 6000 جنيه، هيليو جي 99. انت اكيد سمعت عن المعالج ده كتير لانه هو قديم نسبيا، ورغم ان هو قديم نسبيا لكن اثبت كفاءته بشكل كبير جدا، وستيل اختياره مناسب جدا في الفئه السعريه دي. والحقيقه موضوع السعر اللي نزل فجاه في الموبايل ده فعلا نقله كبيره جدا، واصبح من افضل الموبايلات اللي موجوده في الفئه السعريه دي ان ما كانش افضلهم اصلا، بغض النظر طبعا عن المصاريف الاضافيه اللي هتدفعها على سعر الموبايل ده، لان علبه الموبايل هنا جايه فاضيه تماما ما فيهاش اي حاجه حرفيا. بس برده بيميزوا اكتر من اوبشن مش موجود في اي موبايل تاني موجود في الفئه السعريه دي. تاني موبايل كان عامل قلق كبير جدا فعلا في بدايه نزوله للاسواق العربيه هو الريلمي سي 53. الحقيقه السلسله دي من السلاسل الاكبر نجاحا عند ريلمي، واكتسحت فعلا الفئه الاقتصاديه بالسلسله دي. الموبايل ده كان سعره بالظبط 7200 جنيه، حاليا سعره نزل فعليا ل 6200 جنيه، يعني سعره نزل 1000 جنيه. يعني انت حاليا بتتكلم على 1000 جنيه اوفر على سعر الموبايل ده، حتى لو الهبوط ده نزل بنسبه قليله جدا، ولكن ده شيء كويس جدا لان احنا في الفتره الاخيره ما كناش واخدين على الكلام ده. الطبيعي او العادي ان الاسعار دايما واخده الكيرف للاعلى وما كانش فيه داون تماما في الفتره اللي فاتت. المهم الموبايل الثالث معانا تقريبا وانا ما بعدش بس ماشي الدنيا معايا هو الريلمي نوت 50. الموبايل ده كان من فتره قريبه جدا كان عامل 5500 جنيه تقريبا، كان 6000 يعني في الرينج ده. عارف ان كل محل وليه سعر مختلف عن التاني بس مش ده المهم دلوقتي. عايز اقول لك ان الموبايل ده نزل سعره دلوقتي ل 4500 جنيه، يعني 1000 جنيه انخفاض يا معلم. بالنسبه للموبايل الرابع معانا تقريبا واللي نزل سعره من فتره قريبه جدا هو الريلمي سي 67. الموبايل ده كان سعره اول لما نزل كان ب 10500 جنيه ل 11000 جنيه تقريبا. اللي كان يشفع للموبايل فعلا في الوقت ده من حيث السعر يعني هو انه كان جديد بقى في السوق، وانت فاهم ان اول لما موبايل مثلا ينزل جديد في السوق بيبقى عليه معدل بحث عالي وبتاع، فطبيعي سعره يكون معدل. وسبب تاني اكيد بيبقى نسبته قليله جدا في السوق، فاهم؟ ولما اتكلمت عن الموبايل ده ساعتها قلت لك ما انصحكش انك تشتريه تماما لان فعلا كانوا مقفورين جدا في حته السعر دي، والاسباب قلتها لك في بدايه كلام عن الموبايل. قلت لك ساعتها تقريبا انت لو معاك البادجت ده حاول تعلى بالبادجت او بالسعر شويه كمان وتتوجه للجالاكسي A34. الموبايل ده كان هيقدم لك فعليا تجربه امثل بكتير جدا من اي موبايل تاني موجود في الفئه السعريه دي. المهم كان سعر الموبايل ده في مصر كان عامل 11000 جنيه اللي هو الريلمي سي 67 علشان ما تتوهش مني. بس اللي انت متخيل انت اكيد لو عارف توليفه الموبايل ده او امكانيات الموبايل ده هتشوف ان فعلا سعر مبالغ فيه. الموبايل فعلا كان سعره غالي جدا بالنسبه للمواصفات اللي بيقدمها، يعني لو هتقارن مثلا المواصفات بالسعر هتشوف ان الموبايل فعلا مش بيقدم اي حاجه. الموبايل فعليا نزل ل 8000 جنيه، ولما ده حصل فعليا ونزل للبادجت ده او في الفئه السعريه دي الموضوع اختلف تماما من منظوري واتحط فعليا في خانه كويسه جدا. اما بالنسبه للموبايل الخامس معانا الموبايل الابجريدد للجالاكسي A24، الموبايل اللي كان عامل قلق فعليا السنه اللي فاتت، كان افضل موبايل تقريبا السنه اللي فاتت الجالاكسي A25. الموبايل ده كان نازل كده معلم ب 11500 جنيه تقريبا او ب 11000 جنيه، نزل سعره دلوقتي ل 9300 جنيه، يعني نزل تقريبا ل 1700 جنيه من سعره. مش عارف انا حسبتها صح ولا لا بس تمام. سادس موبايل معانا واللي انخفض سعره الفتره الاخيره هو الريلمي 12 برو بلس. الموبايل ده كان اول لما نزل سعره نزل ب 28000 جنيه، خد داون كيرف ونزل سعره ل 22000
20000 جنيه. الكلام ده كان قريب جدا. حاليا سعره في مصر 19000 جنيه او 18000 جنيه تقريبا، هو يعني في الرينج ده. الموبايل ده فعليا بيقدم فيتشرز جباره، فيتشرز موجوده في موبايلات معديه ل 50000 جنيه فعلا، موبايلات رائده بمعنى اخر. فلو مهتم بالموضوع او مهتم بالموبايل ده، عايز تعرف تفاصيل عنه اكتر، المراجعه الكامله للموبايل ده هتلاقيها موجوده في الاي هنا او هتلاقيها هنا، يا رب ما انسى ان نحطها. الموبايل السابع اللي نزل سعره في الفتره الاخيره الريلمي 11 برو. الموبايل ده حاليا عامل 13500 جنيه. الموبايل ده فعليا بيقدم توليفه كويسه جدا، ديزاين فعلا مش موجود تماما في اي موبايل تاني موجود في الفئه السعريه دي، ودي فعليا الحاجه المختلفه او اللي بتميزه عن اي موبايل تاني. فلو بتفكر تشتري الموبايل ده فعلا، هو بالنسبه لسعره هو ينافس جدا، بس مهم جدا انك تتفرج على مراجعه كامله للموبايل ده. طب ليه؟ بكل بساطه علشان ممكن ما يكونش مناسب لاحتياجاتك، وانا اكيد مش هتكلم معاك في تفاصيل اكتر من كده عن الموبايل ده، علشان الهدف من الفيديو ده هو ان بقدم لك الموبايلات اللي سعرها انخفض في الفتره الاخيره، مش تفضيلات لموبايلات معينه. فما تستعجلش في اختيارك للموبايل، وشوف الموبايل المناسب لاحتياجاتك انت. فمش علشان انا بقول لك الموبايل ده كويس بالنسبه لسعره وبتاع، ومعنى ان هو كان غالي ورخص وبتاع، معنى ان الموبايل ده افضل موبايل موجود في الفئه السعريه بتاعته. اكيد لا، الموضوع مش كده خالص. انا الهدف من الفيديو ده زي ما قلت لك ان انا بقدم لك الموبايلات اللي سعرها انخفض بس، مش تفضيلات لموبايلات معينه. فانت لو بتفكر تشتري موبايل معين مثلا، اتفرج على اكتر من مراجعه بتتكلم عن الموبايل ده، مش موضوعنا، بس انا قلت اقول لك النصيحه دي يمكن تفيدك. الموبايل اللي سعره نزل مؤخرا كمان هو الاوبو رينو 11 ار. الموبايل ده لسه جديد في الاسواق العربيه، وعامل قلق فعلا ابن لذينه، لانه بيتميز باكتر من حاجه الحقيقه. الموبايل ده اول لما نزل مصر كان عامل 13800 جنيه. الموبايل فعليا نزل سعره ل 12500 جنيه حاليا. ففكره ان الموبايل ينزل سعره في وقت قليل، في فتره قليله جدا من نزول الموبايل ده للاسواق بتاع 1000 جنيه مره واحده، دي فعلا حاجه مبهره جدا ومش كتير بنشوفها. اما بالنسبه للاوبو رينو 80، الموبايل ده اول لما نزل كان معدي سعره ل 11000 جنيه تقريبا، سعره حاليا بقى 9500 جنيه. الموبايل اللي ممكن نقول عليه في الوقت الحالي بيقدم قيمه مقابل سعر، فمن الموبايلات المهمه جدا واللي اختيارها هيكون مناسب جدا لاي حد بيفكر يشتري موبايل في الفئه السعريه دي. بالنسبه للموبايل التاسع معانا تقريبا هو البوكو 6 برو. الموبايل ده كان نازل بسعر 20000 جنيه، كان معدي يعني. الموبايل حاليا سعره نزل ل 18000 جنيه، وفي الغالب هتلاقيه ب 17500 جنيه، هتلاقيه يعني بيلعب في الرينج ده. الموبايل ده يكون اختيار مناسب جدا لاي حد بيفكر يشتري موبايل متوجه للجيمنج بشكل كبير. تاني موبايل نزل سعره لرقم رهيب جدا فعلا، موبايل من موبايلات سامسونج، هو الجالاكسي اس 23 فان اديشن او اف اي، ما علينا من المسميات. الموبايل ده من كام اسبوع بالظبط كان واصل فعلا للرقم رهيب، ارقام فعلا مش طبيعيه. الموبايل ده كان نازل او وصل سعره ل 30000 جنيه. محدش يختلف اكيد ان الموبايل نازل بمواصفات جباره فعلا، ولكن اللي هنختلف عليه اكيد حته السعر. موبايل فعلا كان 30000 جنيه، كان غالي جدا. الموبايل ده حاليا سعره 25000 جنيه. الموبايل ده حقيقي لو نزل سعره تاني هيكون نقله كبيره جدا، وهيكون اختيار فعلا مناسب لاي حد بيفكر يشتري موبايل في الفئه السعريه دي. يعني اتمنى ان سعره ينزل اكتر من كده كمان، بس ما اعتقدش. تاني موبايل او من ضمن الموبايلات اللي انخفض سعرها الفتره الاخيره او في الساعات الاخيره، موبايل برضو من شركه سامسونج، هو الجالاكسي اس 24 الترا، عملاق سامسونج او فلاج شيب سامسونج. الموبايل ده اول لما نزل مصر هنا كنا بنتكلم في 80000 جنيه 75000 جنيه، ارقام فعلا مرعبه، وكان موبايل تحسه في اطار كده بعيد عن اي حد، مش بينافس حد حرفيا. ما نختلفش اكيد ان الموبايل ده من افضل الموبايلات الموجوده في الفئه السعريه دي، لان ما كانش افضلهم فعلا بجد بدون مبالغه، لان سامسونج اتجهت لمسار فعليا مرعب جدا. طيب المهم الموبايل ده سعره كام دلوقتي يا معلم؟ الموبايل ده حاليا سعره نزل ل 47000 جنيه، وده رقم انا شايفه كويس جدا فعلا على الوحش ده. سامسونج مؤخرا بدات تتجه لمصطلح القيمه مقابل سعر، وده حصل لما الموبايلات بدات انها تتصنع هنا في مصر او تتقفل هنا في مصر بمعنى اخر، فدي فعليا حاجه كويسه جدا من سامسونج. فبس كده يا معلم، دي كانت الموبايلات اللي نزل سعرهم في الفتره الاخيره. يعني اتمنى يكون في انخفاض تاني في اسعار الموبايلات، لان الحقيقه الواحد عايز يتحرك ومش عارف، ستيل الوضع صعب بالنسبه لمعظمنا. وبس كده، لو لسه ما عملتش لايك ولا سبسكرايب ولا كومنت حلو، يعني اتمنى انك تنزل تعمل كل الكلام ده دلوقتي حالا. وبس كده، اشوفك الحلقه الجايه على خير، بيس.